السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المطبخ الجميل. نتمنى تكونوا كامل بخير يا ربي. وصفتنا عنها اليوم هي طمينة اللوز القسنطينية اللي العديد من المشتركات طلبوها وانا طولت عليهم. بصح راني درتها لهم ما نسيتهمش. هاد الطمينة بزاف بنينه، ما كانش اللي يذاقها وما يحبهاش. واش نحتاجو في هاد الوصفه؟ نحتاجو 3 كيلات لوز يكون مقشر ومرحي اون بودر. هنايا سر تاع الطمينه هي انها تكون اللوز تاعها مرحي اون بودر، مرحي خلاص ترحيوه في الرحايه تاع القهوه. كيلة سكر حرش عادي، نص كيلة ما ورد، ونص كيلة حليب، ومغرفه زبده. هنا الزبده من الافضل تكون زبده تاع البقرات، زبده الحلابه تكون بنينه. هنايا انا كيلت بالكاس هذا، على هذه درت مغرفه كبيره. اذا نتوما كيلتو بالكاس صغير ولا غام كان تاع الفلون تديروا مغرفه صغيره وندعوا على بركه الله. هنا اول حاجه لازم الكاسرول ولا الطاوه اللي حين نطيبوا فيها تكون ثقيله، باه ما تحرقناش الطمينه تاعنا. نحطوا الماء ورد ونزيدوا نحطوا الحليب ونزيدوا نحطوا السكر تاعنا، نحركوه مليح، ونزيدوا نحطوا المغرفه تاع الزبده، نحركوه مليح حتى تذوب الزبده، ونحطوهم فوق النار. كما راكم تشوفوا هنايا رانا حطينا السكر والحليب وما ورد والزبده فوق النار حتى تذوب الزبده. هنا ما نسحقوش هاد الخليط تاعنا يغلي، اذا غلا راهي مش حتصلح لكم وتطلق الزبده الزيت تاعها. هنايا جوست كيما يبدا يطفى الخليط تاعنا، هنايا تبدا تذوب الزبده. كي نشوفوها بدات تذوب نحطوا اللوز تاعنا. انا نكمل هنا نخلط، ما تحبسوش من التحراك، بقاو حركوا فيها باش يذوب لنا السكر. هنايا بعد ما ذابت الزبده تاعنا بدون ما غلى الخليط، نجيبوا اللوز تاعنا بسم الله ونحطوه. هنايا تكون النار متوسطه، الطمينه ما تطيبش على النار قويه، ونخلطوا الخليط تاعنا هنايا بشويه. كما قلت لكم الطاوه تاعنا نطيبوا فيها لازم تكون ثقيله والنار دليله. نقصوا النار خلاص ونخليوها تغلي هكذا، ما تحبسوش التحراك. اذا حبستوا التحراك راهي حتلصق. نطيب على نار دليله. انا الكميه هذه تبدي لي حوالي ربع ساعه وانا نطيب فيها. هنا كل ما تقصوا الكميه رايحه تديكم الوقت اكثر حتى تولي تشوفوها شاحت. هنايا اذا ثاني زدتوا لها المده تاع الطياب حتجيكم يابسه. هنايا كي تعود تتنحى من الطاوه تاعنا. هنايا هو بعد ما فاتوا 5 دقائق كما تشوفوا راهي مازالت ما بداتش ما طابتش. هنايا العيب الوحيد تاع الطمينه انها تحتاج جهد عضلي كبير ملي تبدايها وانتي تحركي حتى تخلصي. لازم تعطيها كل الجهد تاعك. النهار اللي ديري فيه الطمينه لازم ما تخدمي والو، تبقاي غير تحركي فيها. اي سورتو لا درتي كميه كبيره لازم فيها المعاونه تعاونوا عليها، كون ديروا كميه العرس ولا العيد ولا كبيره. هنا كيما راكم تشوفوا هاي بدات تشكل اون بول، تتنحى وحدها هكذا. كي نحركها شاحت حتى نحلها انا. هاي كيفاش وما عادش تلصق لي ما تلصقش في الكاسرول، ما عادش يعني شاحت. انا دات لي هنايا ربع ساعه. الكميه هذه دات لي ربع ساعه على نار هاديه. نطفي عليها نخليها شويه تبرد في الطاوه تاعها هنايا، ونعت لكم شحال نديروا بعد. هنايا بين ما الطمينه تاعنا راهي تبرد في الطاوه تاعها. انا نسيت قبل ما قلت لكم تاع السكر كلاص نحتاجوه. هنايا حسب الكميه اللي حنديروها نجيبوا صفايه ونجيبوا السنيوه اللي حنفرغوا فيها الطمينه تاعنا، نحطوا السكر كلاص في الصفايه. هنايا نديروا طبقه شويه خشينه تاع السكر كلاص هكذا،
نديروها هي الطبقه الاولى تاع الطمينه تاعنا ونحن نفرشوها. ومن بعد نجيبوا الطمينه تاعنا هنايا خليناها بردت شويه هكا. هي مازالت شويه سخونه، بالكم بك تحرقوا يديكم. نحطوا بك شويه سكر غلاس في يدينا باش ما تلصقناش في يدنا هكذا، ونبداو نقرصوا فيها. هنايا تجي عاليه ما تجيش واطيه. هنايا هاني بعد ما قرصتها ها هي هنايا تجي عاليه الطمينه كما قلت لكم، تجي عاليه. هنايا برك هنايا كل ما كي تقرصوها ديروها مستطيل ولا مربع باش ما تخسروش لي شوت بزاف. هنايا اذا درتوها مدوره راح تخسروا بزاف الطرف منها كما تشوفوها. ولا هاي قد ما درتها لي هادشي. هنايا تقدروا ديروها الصباح وتقصوها العشيه، بصح اذا كانت كونتيتي كبيره بزاف تخليوها تبات ليله كامله. انا هنا نخليها تحكم روحها شويه وعلى الاقل 3 سوايع ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هنايا بعد ما شحت لنا الطمينه تاعنا نزيدو نجيبو السكر غلاس. هنا خليت انايا 3 سوايع نحطوا لها السكر غلاس هكا، نصفيوه فوقها مليح. نحطوا طبقه لاباس بها من السكر غلاس هكا. والان نقصوها بسم الله. هنا كي يلصق لكم الموس جوست امسحوا الموس تاعكم. نزيدو نطلعوه شويه سكر غلاس. من بعد نكملوا هنايا بعد ما قصيناها. هنايا على هذيك قلت لكم قصوها كي تقرصوها نقول مربع ولا مستطيل باش ما يديرلكمش لي شوت بزاف، ما ديروهاش مدوره. والان نتلاقاو في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا هاي طمينه اللوسانه بعد ما وجدناها جات بزاف بنينه وريحه الورد راهي ضاربه. هنايا قصيتها لكم بعد 3 ساعات. نتوما من الافضل تخليوها تبات ليله كامله والغدوه تقصوها باش هكا تشيح لكم مليح وتحكم لكم روحها. هاي كيفاش كانت نعت لكم حبه. هنايا لازم ديروها عاليه، تجي عاليه، جات بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم. ما تنساونيش بتعليقاتكم اللي بزاف نفرح كي نقراها ونتفاعل معاكم. اذا شفتوا قناتي لاول مره نتمنى تشتركوا فيها وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.